هاي يا بنات، عاملين ايه؟ في الفيديو النهارده هتكلم معاكم عن موضوع شاغل كل الناس وهو الحسد. وانا بصراحه حبيت اتكلم معاكم واخد رايكم وندردش كده في البودكاست الخفيف اللطيف الصغير بتاعنا ده. واعملوا بقى اي حاجه تشربوها وتعالوا نتكلم وندردش. يعني اكتبوا لي في التعليقات، ابعتوا لي على الرسائل، قولوا لي دايما رايكم. متفقين معايا في الرأي ولا مختلفين؟ لانه انا بصراحة هقول لكم رأيي بشكل صريح جدا. انا شايفة ان الموضوع بقى مبالغ فيه. بصراحة بقى فيه هوس زي ما انا فعلا يعني فكرت اكتب في العنوان، فعلا بقى فيه هوس. بقى الواحد بيخاف ان هو يقول لحد الله انت مثلا شكلك حلو النهاردة، الله يعني طول الوقت الناس متوترة، يعني مثلا يعني مش عارفة في ايه يعني. في امثلة كتير جدا بس مش حابة ان انا اقولها بصراحة، مواقف كتير الواحد بيتحط فيها. طول الوقت توتر من ناحية الموضوع ده، وكأن خلاص ان احنا كلنا عندنا يعني ممتلكين العالم كله، واصلا بيبقى ناس عاديين جدا يعني وهيتحسدوا على ايه؟ يعني مش فاهمة، يعني امال الناس اللي فعلا بقى عندها حاجات ممكن تتحسد عليها. يعني بيبقى حاجات عادية مثلا قوي، امور طبيعية مثلا، مش معقول. وبعد كده دايما بنودي الحاجات للحسد. يعني ممكن لما يجي يحصل لنا حاجة، ليه عندنا الانطباع ده؟ يعني ليه ما بناخدش الانطباع انه احنا ممكن يكون ده ابتلاء عادي من عند ربنا، ممكن يكون احنا مثلا عملنا حاجات غلط في حياتنا فربنا مثلا عمل لنا الحاجات دي ك كتكفير ذنوب يعني. ممكن جدا، يعني ممكن جدا كل حاجة ممكن يكون حسد، لكن اقصد اقول مش كل حاجة ناخدها يعني ندخلها في الموضوع بتاع الحسد ونحس طول الوقت، لان دي حاجة فعلا سلبية بشكل صعب جدا. الحسد مذكور في القرآن، وانا طبعا ما بقولش انه مش موجود، لكن انا بتكلم على فكرة الهوس. يعني فهمتوا اقصد ايه؟ الناس بقت خلاص بقى احنا مراناش حاجة غير ان بقى ايه، انت قاعدة تحسديني وانا قاعدة احسدك، يعني خلاص مش معقول يا جماعة. نشتغل، نشوف لنا حاجة نعملها. يعني مش معقول الواحد ما يعرفش يتكلم كلمة، او اللي قدامك وهو بيتكلم تلاقي بيدخل 7000 اذكار وما شاء الله وسبحان الله. حلو ان ممكن خلاص نقول مثلا يعني ما شاء الله مثلا، ربنا يبارك، يعني كلمة واحدة خلاص، مش لازم كتير عشان تثبتيلي انك انتي مش قصدك، يعني خلاص. يعني مش معقول، او انا مش لازم اضطر ان انا افضل اقول كل الحاجات دي عشان خاطر ان انا اثبت. لا خلاص، ممكن الواحد يقول مرة كده في وسط الكلام وخلاص، او يعني خلاص يا جماعه ما نجاملش بعض. اصلا الواحد ممكن يكون بيجامل اصلا، يعني ممكن يكون اصلا الحاجه دي مش حقيقيه والواحد بيقول كده عشان هو لطيف وشخص مجامل ومش اكتر. فاللي قدامك يصدق ان هو فعلا اللي انت بتقوله ده حقيقي، وان انت بقى ممكن تحسده، يعني اللي هو نعم. ف... يعني خلاص. يعني مثلا انا بتكلم في حاجات عادية، مثلا اكون بتكلم في حاجات عادية، مثلا كانت في مواقف والله العظيم بس مش هحكي لان الناس هيعرفوا نفسهم خلاص. يعني مش معقول، مش طبيعي ابدا. انا مثلا اخر شخص ان انا اكون من الناس دي، او انا بتوقع عادي دايما النية السليمة في الناس، وعمري انا ما بتخيل وباخد دايما نية ان الناس بتحسدني، وانه يعني بالعكس. يعني الشخص ممكن يكون احسن من ناس كتير في حاجات اللي هم متخيلين العكس. مثلا لو الواحد بيتكلم بنية سليمة، مثلا انا بطبيعتي مجاملة ولطيفة يعني، وممكن جدا يكون اللي انا بقوله مش حقيقي، بس انا يعني لطيفة جبر الخواطر يعني. فلاحظت ان الموضوع مبالغ فيه. والله العظيم، لان اصلا يعني مواقف غريبة بتحصل. انا عايزاكم تكتبوا لي رأيكم. ملاحظين ان الناس بقى عندها هوس بشكل عام فعلا في الموضوع ده؟ كل حاجة اصلا احنا اتحسدنا، اصل احنا ده قال لنا مش عارف ايه. طب خلاص يا جماعة، وبعدين بيصدروا طاقة سلبية، يعني محدش بيحكي حاجة لطيفة بقى. عشان الهوس الحسد فمحدش بقى بيقول حاجة لطيفة. يعني محدش بيحكي حاجة عن حياته لطيفة، دايما تقولك انا عايزة احكي لك مشكلة، انا عايزة اخد رأيك في كارثة. انا عايزة مش يعني مفيش. لكن في الحاجة اللطيفة، في الهم مدعيين، يعني ايه ده؟ وفي الفرح يعني منسيين، يعني مش معقول بقينا بنصدر طاقة سلبية، يعني ايه ده؟ وانا بتعامل بنية سليمة الاقي الناس تقول لي بقى مثلا ايه، خلي بالك ما تتكلميش كده مثلا قوي، تقولي حاجات لطيفة عنك يعني وعني وعن حياتي، علشان برضو الناس مثلا ما تقولش لا. لا،
انا مش مع الافوره، لكن مش مع ان احنا نبقى بنصدر الطاقه السلبيه وبس بنحكي الوحش وبس بنتكلم عن الوحش. عندنا ده وعندنا ده، يبقى اما بنعمه ربك فحدث، ونتكلم زي ما بنتكلم في الوحش كمان نتكلم في الكويس عشان ربنا يكرمنا اكتر ويزيدنا اكتر، ونكون بنحمده ونكون بنشكره على الحاجات الكويسه اللي موجوده عندنا، لان محدش بس عنده وحش ولا حد بس عنده حلو، دايما كلنا عندنا الاتنين. يعني انا في رايي اعملوا شير للفيديو عشان نخفف الهوس شويه. ما نقعدش ننسب كل حاجه للحسد، لانه ده انا بشوفه مش منطقي خالص بصراحه. انا اصلا اخر حاجه بفكر فيها يعني بصراحه، زي ما قلت لكم موجود اكيد وكل حاجه، بس مش كده يعني يا جماعه، ما حدش بيقدر يضرك غير بمشيئه ربنا. يعني مش معقول نبقى بنتكلم في حاجات تافهه جدا، في حاجات بسيطه جدا هي اصلا يعني لا تعنيني بالمره اصلا. والناس متوترين، يعني الناس خايفين على البقسماطه اللي معاهم من الحق، يعني مش معقول مش معقول لو معاهم يعني كرواسون مثلا، يعني تحس ان هم ايه، مش فاهمه في ايه. فلا بستغرب، ببص كده بستغرب وهم بيقولوا كتير ما شاء الله قولي ما شاء، او هم يقعدوا يقولوا مثلا هم بيجاملوني في حاجه. يعني خلاص يا جماعه، يعني نهدي نهدي شويه، لان بجد والله يعني تو ماتش هوس خلاص يعني بجد، يعني هتتجننوا ايه ده؟ يعني ايه ده؟ انتوا فاكرين نفسكم مين او احنا مين؟ ما احنا ناس عاديين كلنا زي بعض، يعني حد عنده حاجة مختلفة عن حد، لكن في النهاية احنا مش خارقين يعني للطبيعة، فاللي هو بقى ايه متجننين يعني. ما يعني في ناس عندها حاجات ممكن دول اللي ماشي، لكن كل اللي انا بتكلم فيه المستوى العادي، الطبقة العادية، الناس العاديين اللي هم عادي، مثلا ممكن تكون مثلا ناس متجوزين عادي، جوازات عادية، عندهم أطفال عاديين، مش مثلا نابغة في حاجة معينة، مش مثلا ما حصلش في حاجة، مش مثلا الجمال الخطير الفظيع يعني عامة، يعني مش البيوت الفظيعة، مش مفيش يعني مفيش أي حاجة تستدعي أصلا. يعني حتى لو حد أصلا هو حسود وعايز مفيش حاجة تتحسد أساسا يعني فانا بجد والله يعني خلاص كفايه يا جماعه نخفف. وعايزاكم تكتبوا لي رايكم في التعليقات، انتوا بتلاحظوا فعلا زي ما انا لاحظت كده ان الناس بقت خلاص متجننه واصلا احنا عاديين، وانا مش بستثني نفسي يعني. والواحد ممكن يكون احسن من ناس هم متخيلين ان هم يعني ان هو بيحسدهم، يعني مثلا معرفش يعني بصراحه. او انا حتى يعني لما الاقي حد بيتكلم معايا ويفضل يقول كده ما شاء الله كتير، يعني خلاص ماشي يقول مره واحده بس. انا بتكلم في الاوفر بقى، ليه كتير؟ كانه خلاص يعني ما ينفعش كل كلمتين بس في المشاكل وفي الكوارث بس بنقعد نتكلم عادي ونحط الكلام كده في وش بعض كده ايه نحدفه يعني، بس تعملوا لي طاقه سلبيه. لكن طب قولوا لي مجاملات يا جماعه، خلاص انا مش انا ما يعني ما عنديش الهوس ده. ونقول ما شاء الله، او يعني ربنا يبارك يعني مره واحده في وسط انتهى الموضوع، او حتى في سركم يعني خلاص يعني. مش معقول يعني طول الوقت يعني. انا لو قعدت اتكلم في الفيديو ده كتير جدا مش هخلص، ممكن اقعد نص ساعة اتكلم معاكم في الموضوع. ف هكتفي هكتفي بهذا القدر في الفيديو عشان ما يبقاش طويل وما بقاش انا رغاية وكده. وهستنى رأيكم، وكمان ممكن اعمل لكم بارت 2 لو الموضوع يستدعي، او نتكلم في حاجات شبيهة لكده يعني. مثلا تكونوا برضو بتشوفوا ان بيحصل فيها مبالغة من الناس وكده، ندردش فيها ممكن افتح معاكم لايف لو عايزين، اكتبولي في التعليقات. بس يا حلوين استنى رأيكم طبعا، وباي باي.